ايه الفرق بين اللي يزور المستند واللي يستعمل المستند المزور؟ جريمة التزوير، واحنا قلنا من شوية ان هو الاستعمال هو التطور الطبيعي للتزوير. تمام. بزور انا حاجة عشان بزور استعملها. المستند ده اه. عشان استعملها. مم. لربما يقال بأن التزوير هو نفسه أو الشخص الفاعل في هذه المسألة يعاقب بالتزوير وبالاستعمال، على اعتبار أنه ذاك الشخص الذي استعمل مستند أو الذي استعمل هذا المستند المزور هو ذاته من قام بتزويره قاصدا من ذلك استعماله، لأن هو ده المجريات الطبيعية في شأن تزوير المستندات أو في شأن الجريمة من النوع ده. لكنني أقول يا سيدتي أنه لربما يكون أو لربما يتهم شخصا في جريمة استعمال محررات مزورة دون أن يكون هو الفاعل في هذه الجريمة. صحيح. مش لازم هو اللي يكون، مش لازم هو اللي يبقى قام بتزويرها. طيب خلينا نقول مثلا مثال فلان، وهذه من القضايا التي شهدناها. يعني راجل عايز يسافر فكلف حد انه يجيب له جواز سفر، فجاب له جواز سفر مزور وهو لا يعلم، والراجل ما كانش يعرف ان الجواز مزور. ولما راح يسافر بيه في المطار تم القبض عليه في المطار على اعتبار ان الجواز مزور. صحيح. هل هذا الشخص يعاقب بتزوير واستعمال، ولا يعاقب باستعمال فقط، ولا يعاقب بتزوير فقط؟ اين هو التوصيف القانوني في هذه الحالة؟ حضرتك قول لنا بقى يعاقب بايه، لان اكيد في ناس كتير ممكن تتحط في هذه عوقب المواقف. هذا الشخص وتم الإجراء في هذه القضية أنه أسقط عنه الجعل المادي في شأن التزوير، وتم الاتهام أو اتهم في شأن الاستعمال، لم يتوافر لديه العلم بأن هذا الجواز اللي معاه مزور، وقالت المحكمة براءته في هذا الشأن. لكن معنى الكلام أنه يجوز للشخص أن يحاكم أو يجوز للشخص أن يستعمل مستند. يعني واحد جاب شهادة جامعة من إحدى الجامعات المعينة وقدمها في إحدى الجهات الرسمية عشان ياخد الوظيفة أو عشان يتوظف في الجهة دي. هل هذا يعاقب بالتزوير ولا بالاستعمال؟ فشتان ما بين الجريمتين. لربما تكون جريمة التزوير وجريمة الاستعمال هما وجهان لعملة واحدة. لكنني أقول يا سيدتي أنهما أو أن القانون أفرد لكلا منهما أركانا وتوصيفا وشروط لاكتمال هذه الجريمة، فهو القانون يحاسب عليهما كل جريمة مستقلة. أحيانا تكون جريمة الاستعمال والتزوير في آن واحد، أو أن يكون هذا الشخص الذي قام بالتزوير هو ذاته الذي قام بالاستعمال، فيعاقب بالتزوير والاستعمال. فهذه الجريمة لربما تنشأ أو في بدايتها إذا ما كانت تزويرا ثم تستخدم فتصبح جريمة الاستعمال. فجريمة التزوير نفسها فارق بينها وبين جريمة الاستعمال كبير. فالتزوير هو هذا التغيير الذي يطرأ على المستند أو على المحرر المزور. فالتزوير مناط التجريم فيه هو التزوير في المستند نفسه. أما في الاستعمال فهو استخدام المستند المزور وليس بتزويره. فشتان ما بين الاثنين، فهناك تزوير وهناك استعمال. أحيانا من الممكن أن يكون شخص الفاعل في التزوير هو ذاته في جريمة الاستعمال، وأحيانا شايف الموضوع كبير قوي. يختلف الأمر. طبعا دي جريمة وجريمة تانية، دي حتى بتختلف في العقوبة. يعني دي بتروح محكمة الجنايات، دي بتروح محكمة الجنح، حاجة تانية خالص. الأمر كبير واختلاف كبير بين الجريمتين. لكن هو في النهاية هو الاستعمال هو التطور الطبيعي للتزوير. صحيح.